كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. طبعا عاداتنا الغذائية في رمضان ما اقولكوش، في ناس يعني طول النهار وبالليل بعد الفطار بيفكروا هياكلوا ايه ساعة الفطار، وفي ناس بتضرب مشاوير وتروح بلاد عشان تجيب أكلة معينة تاكلها، لأن شهر رمضان ده شهر الأكل. وعلى فكرة في ناس بتاكل أكل ضد جسمها وضد صحتها وبتعيا، بس النفس بقى يعني أمارة بالسوء. وفي ناس بتاكل اكل ما تفهمش بقى الاكل ده اللي هيفيدها مش هيفيدها، المهم عايزين ياكلوا ويشبعوا ويستمتعوا بالاكل، واحنا صايمين طول النهار يا جماعه ولازم ناكل ولازم نعمل، وفي الاخر بيرجعوا يندموا ندم يعني ما بعده ندم اثناء رمضان وبعد العيد بشهر، عقبال ما القولون يفضي. وما بيفضيش على فكره، ده ساعات القولون بقايا الاكل بتقعد بال10 سنين بال20 سنه. تخيل بقى لو كل رمضان بتعمل الكلام ده، يعني القولون بتاعنا الله يكون في عونه. بس انا بقى واحد من الناس وبوعدكم ويا ريت كلكم تبقوا معايا، انا هستغل رمضان ده ان انا اتبع سلوكيات غذائيه مختلفه تماما تماما. هاخد الشهر ده استغله بان انا اعمل غذاء صحي واكل اللي يناسبني واخليني خفيف. بس يا رب ربنا يساعدني كده ويوفقني في اللي اقول عليه ومحدش ينق عليا وتبقوا معايا ورمضان كريم. وتعالوا بقى نشوف الناس رايها ايه في الموضوع ده. مرحب شهر الصوم مرحب، لياليك عادت في امان، بعد انتظارنا وشوقنا اليك جيت يا رمضان. مرحب شهر الصوم مرحب، لياليك عادت في امان، بعد انتظارنا وشوقنا اليك جيت يا رمضان. ازيك يا حاجه؟ الحمد لله. اظن طبعا الستات في رمضان طبيخ طول النهار وبتهدي حيلهم اكيد. واصناف كتير على الفطار. هو انا عشان بس طبيعي نوعيه الاكل اللي بتبقى نواشف، فبتبقى هي كل يوم بيبقى في حاجه جديده، يعني دي اهم حاجه. يعني انت بتاكلي نواشف؟ في الغالب يعني هي السلطه نمره واحد، وجنبها بقى اي نوع. ايه النواشف يعني؟ يعني بتبقى مثلا نوع لحوم، كفته، اكل يعني سفره. الاكل البايت بقى اللي هو بتاع تاني يوم بتعمل فيه ايه؟ بتاع تاني يوم. والله لو في حد كده يعني انا اقدر اعرفه، يعني بيبقى في ناس عارفاهم بيه، لو مش هيتاكل واديه لهم. يعني بتزكي بيهم؟ اكيد. انما ممكن مثلا الاكل ده تستفيدي بيه تاني يوم، مش كده؟ طبعا. ممكن يقعد 3 4 ايام؟ لا، ولا هو كل يوم كل يوم؟ غالبا بيبقى كل يوم يعني. ده في رمضان بس ولا في الايام العاديه؟ لا، في الايام العاديه برضو لو في حاجه، في ناس يعني بتعدي عليا عارفيني وكده بطلعه. مفيش مثلا فكرت في رمضان ده انك تقتصدي في الاصناف بتاعه الاكل وفي الاسلوب الغذائي؟ ما انا بقول لحضرتك يعني انا بقى بيبقى نوعيه الاكل النواشف دي بتبقى غالبيتها. قدم دي لحمه مش نواشف. ماشي. لحمه نواشف؟ مش هعمل كل يوم لحمه، يعني ممكن لو عملت. النواشف دي يعني ايه وانا ما اعرفش؟ بص حضرتك، يعني يا نوع لحوم يا بانيه يا كفته يعني حاجات اللي هي ممكن تتحكم في الكميه بتاعتها، وخصوصا بيبقى مفضل ان الاكل صابح. يعني لو هعمل مثلا، لو بعمل في الايام العاديه كيلو بانيه، يعني لو بايت مش بيبقى حلو. طب والحلويات؟ لا، الحلويات بتاكلي بعد الاكل حلويات كتير؟ لا لا لا، الحلويات احنا بنحد منها خالص عشان السكريات اللي فيها والحاجات. طب بتنامي اكتر الصبح ولا بعد الفطار على طول؟ لا، الصبح. انا باخدها متوسط للسحور. النوم بعد الفطار لغايه السحور ولا من الصبح؟ من بعد يعني قصدي اقول لحضرتك ان احنا ما بنامش لحد السحور يعني. مفيش نوم لغايه السحور؟ لا الصبح ولا بعد الظهر؟ لا، الصبح طبعا لازم الواحد بيريح شويه بعد الولاد ما بينزلوا، واللي رايح جامعه واللي رايح شغله. اكيد انا تنامي بقى طول النهار؟ لا، امال اصحى اعمل اكلي امتى؟ بالظبط ظهر كده، يعني الساعه 1 بالكتير ولا حاجه، تيجي بقى احضر فطاري واحضر حاجتي وكده يعني. رمضان كريم. والله اكبر. مرحب شهر الصوم مرحب، لياليك عادت في امان، بعد انتظارنا وشوقنا اليك جيت يا رمضان. رمضان كريم. كل سنه وانت طيب. ايه بقى يعني في رمضان بقى الاكل اللي تحب تاكله يكون على السفره؟ الاكل اللي بحب اكله كل حاجه حلوه، فراخ، الحمام، الديك الرومي، كل ده؟ لازم. وبعد الفطار بقى بتديها نوم انتخه؟ انتخه. لا، شغالين. بعد الفطار بتنزل شغل؟ شغال ايه؟ شغال سماك. سماك بتاع سمك؟ بتبيع سمك؟ ببيع سمك. تنزل بعد الفطار تبيع سمك؟ بعد. بس بيقول لك ان السمك بيقل في رمضان. بيقل. البيع والشراء بيقل. عشان الموسم بتاعه. وانت بقى بتاكل سمك ولا اصلا سماك ما ياكلش سمك؟ لا، سماك بياكل سمك.
يعني سماك وعلى الفطار بيبقى فيه سمك؟ ده بتبقى حاجه جميله. الله، ده بقول لك السماكين واللي ما بياكلوش سمك في لا لازم ياكلوا سمك. بياع السمك بيدوق. ده لازم يفطر سمك ويتغدى سمك ويتعشى سمك. حياتك كلها سمك. جميل. انا خايف تكون بتعوم. وبحب الأمر. والحلو بقى اخباره ايه؟ الحلو كل حاجه جميله. بتاكل حلو كتير؟ بسبوسه بقى، كيكه. بتديها في رمضان؟ لازم. وما بتنامش بقى؟ بتنام الظهر؟ لا ما نامش الدور العصر. تنام العصر؟ اصلي العصر عشان تصلي العصر وتنام عشان النهار يخلص. لا مش النهار يخلص، بيبقى شغلي بصحى من الساعه 6 الصبح ببقى شغال. الله يكون في عونك. لازم اخد ساعتين سمك بقى مش كده؟ كده. وحلو وايام جميله. ان شاء الله. كل سنه وانت طيب. وانت طيب. ورمضان كريم. كريم وانت طيب. رمضان كل سنه وانت طيب، صراحه بيجي بالفرج يعني. مش كده؟ حلو رمضان جميل. وطول عمر مصر سنتها يعني ايامها كلها حلوه. شعبها طيب. مش كده؟ رمضان كريم وانت طيب. مرحب شهر الصوم مرحب، لياليك عادت في امان، بعد انتظارنا وشوقنا اليك جيت يا رمضان كريم. الله اكبر. اخبار المطبخ ايه معاك؟ تمام. بتطبخي ولا؟ طبعا. واصناف كتير بقى وحاجات كده؟ طبعا اكيد يعني. ليه اكيد؟ عزومات رمضان، شهر الخير اصلا، يعني لازم تعمل عزومات كتير يعني. الاكل على السفره بيبقى اصناف كتير؟ اكيد غير اي يوم عادي يعني. طب والاكل اللي فايده بتعمل فيه؟ يعني لا بندي لحد تاني محتاجه، يا اما ترميه في طيور في اي حاجه. طب وليه الاستخسار؟ لا ما نعمل على قدنا وخلاص. بنحاول نقتصد شويه. مش كده؟ في الغلاء ده. بالظبط، نحاول نقتصد حاجات كده صغننه ناكل ونشبع وزي الفل. تمام. صح. والحلويات بقى اخبارها ايه معاك؟ احسن حاجه الكنافه بقى بتديها صح؟ بنعملها. لا مش بديها. لا يعني بتاكليها الحلويات؟ ماليش في الحلويات قوي يعني. احسن حاجه لان بتجيب دهون. تمام. بتنامي بقى الصبح اكتر ولا بعد الفطار اكتر؟ يعني الصبح بقى بتبقى مقضيها نوم وماما هي اللي ولا انت سيده متزوجه؟ لا متزوجه. حضرتك بقى شغاله في المطبخ على طول؟ مش حد بيساعدك يعني؟ ايوه. وبعد الفطار بتنامي؟ لا مفيش نوم برضه، بيبقى الشهر كله حاجات في البيت برضه بنعملها، والصلاه بقى والتراويح وكده اكيد. صلاه التراويح؟ اكيد. الله ربنا يقوي. الله يخليك. كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيب. مرحب شهر الصوم مرحب، لياليك عادت في امان، بعد انتظارنا وشوقنا اليك جيت يا رمضان. تحب تاكل ايه بقى على سفره الفطار كده؟ احب اكل البطيخ، والبطيخ غالي. بطيخ يعني اول ما هتاكل بطيخ، والسحور بطيخ، وحياتي كلها بتبقى بطيخ في رمضان. انت مقضيها بطيخ؟ مقضيها بطيخ. الله، بطيخ بس؟ بطيخ بس. يعني 30 يوم بطيخ؟ ماشي بقى. السحور بقى كانت حته جبنه، كان الكلام ده كانت نواشف، وانت ما فيش حاجه اسمها لحمه تاني على سفره. مفيش لحمه؟ لا ما فيش لحمه تاني. لحمه تاني ما فيش. بتجيب كوليسترول. تمام. ولا غاليه؟ لا بتجيب امراض. وايه تاني غير البطيخ؟ خلاص بقى كل نعمه ربنا بقى لقمه بحته جبنه وخلاص على كده. طب والله زي الفل. احنا لسه كنا بنتكلم في الموضوع ده، ان المفروض الفطار يبقى هي جبنه وحاجات فطار اسمه فطار، والظهر هي غدا. الله امرين عرف قدر نفسه، ما هو من غصب عننا يعني، برضه يعني مش بمزاجنا. يعني انت عايز تفهمني الحلاوه والشعر ده كله جايب البطيخ؟ بالبطيخ بس؟ طب انا خلاص هغير اكلي كله البطيخ. غير البطيخ ده له فايده اكتر من كده كمان. خلاص يا جماعه، نصيحه، الناس كلها تاكل بطيخ، لان البطيخ ده حلو وعلى مائده الفطار وعلى ضمانه الراجل ده. كل سنه وانت طيب. الصحه والسلامه. رمضان جانا وفرحنا بو بعد غيابه، وبقاله زمان غنوا شهر الطول وغنوا أهلا رمضان، رمضان جانا، أهلا رمضان، رمضان جانا، أهلا رمضان
وزارة الزراعة تناشد السادة المزارعين سرعة التوجه للجمعيات الزراعية لتسجيل بياناتهم لإصدار كارت الفلاح الذكي المخصص لصرف مستلزمات الإنتاج الزراعي، وكذلك أي دعم يتم إقراره في الفترة القادمة. وزارة الزراعة تتلقى شكاوى المزارعين بالمحافظات المختلفة بخصوص شكاوى الأسمدة على الأرقام التالية: 02 333 733 59 02 333 73 42 1. المكالمة مسجلة لضمان جودة الخدمة. اديني لحظه بس اقول فيها كلمتين. طبعا الالعاب دي حاجه مشهوره جدا في كل القهاوي، في طومونه يلا تاني. رمضان كريم. مرحب شهر الصوم مرحب، لياليك عادت في امان، بعد انتظارنا وشوقنا اليك جيت يا رمضان. مرحب شهر الصوم مرحب، لياليك عادت في امان، بعد انتظارنا وشوقنا اليك جيت يا رمضان. رمضان كريم. وطبعا المدفع بيضرب من هنا، دم بيدن، كلنا بناكل ما ألذ وطاب، محشيات وحلويات يعني كل اللي موجود على السفره وعصائر، وطبعا بيحصل القولون بيرتفع، اكيد انا واحد من الناس ديت. السكر بيرتفع، الضغط بيرتفع، وخم، بننام لغايه السحور، بناكل ونصحى تاني يوم الصبح نفس الشيء. ده غير بقى طبعا المخللات يعني كل حاجه يعني كل الممنوعات بنعملها في رمضان. انما طبعا ده مش صح، انما في حل ان احنا نقضي رمضان بصحه وصحتنا تبقى كويسه. اللي عايز يخس، اللي عايز يظبط سكره يظبط سكره، اللي عايز يظبط ضغطه يظبط ضغطه بعادات غذائيه صحيحه. هنتعرف على ده مع ضيفتنا الدكتوره زينب زكي، مركز البحوث الزراعيه. صح يا دكتوره؟ ايه بقى الموضوع بقى الوخم اللي بيحصل بعد الفطار ده؟ على اساس ان الناس كلها طبعا بتبقى عطشانه جدا في الصيام وجعانه جدا، فاول ما المدفع بيضرب يعني بيجروا على الاكل على طول. طب انت من الناس يا دكتوره؟ صراحه لا. بصراحه يعني بتوخمي بعد اليوم؟ صراحه لا. لو هتكلم عن نفسي انا بهتم جدا بالفروت سالاد او سلطه الفاكهه، لان دي مهمه جدا طبعا، بتدي نسبه عاليه جدا من الفيتامينات في الجسم، مهمه لنضاره البشره، بتدي نسبه عاليه من الالياف ودي مهمه جدا للقولون. وصفات رخيصه كده للناس ايه يعني مش هيعملوا فروت سالاد اللي هي سلطه الفواكه، الحاجات البسيطه اي فاكهه موجوده، اي خضار. لو انا عملت البلح واللبن ده مهم قوي. تمام، ده مهم ان احنا نفطر على البلح والتمر، البلح واللبن، لان التمر طبعا سنه على النبي عليه الصلاه والسلام. يعني البلح في اللبن مش كده؟ لان طبعا قلنا زي ما قلنا هو سنه على النبي عليه الصلاه والسلام. البلح سهل الهضم، سريع الامتصاص في الجسم، في خلال ساعه واحده بيعوض نسبه السكر اللي فيه، بتعوض فقد الجسم للسكريات اللي اتحرقت اثناء الصيام،
وبالتالي بتكسبوا قدر من الطاقه. واللبن طبعا كامل العناصر الغذائيه، بيحتوي على طبعا نسبه عاليه من السوائل اللي هي بتعوض الجسم فقد يعني السوائل، ممكن نقول الكالسيوم. كفايه قوي الانسان ياكل بالظبط، ويديله كل حاجه هو عايزها. وعشان ما يحصليش الوخم اللي احنا بنتكلم عليه ده، ان انا بقسم الوجبه بتاعتي، ان انا هاخد البلح والتمر هروح اصلي، وبعدين ارجع اخد الوجبه بتاعتي بعد صلاه التراويح، وبعدين باخد الوجبه الثالثه في السحور. الساعه 12 ايوه، يعني نيجي نتسحر بقى وننام. لا مش الفكره، هي لما الواحد بيدي المعده الاكل مره واحده لازم هيتعب ويحصل له انتفاخ ويتعب ويحصل له الوخم اللي حضرتك بتتكلم عليه. في حاجه تانية اللي هي جزئيه المخللات والحلويات اللي حضرتك بتتكلم عنها. المخللات دي مهمه قوي. المخللات مهمه، ولكن دايما الاعتدال في الشيء اهم من اي حاجه. يعني اكل مخلل لكن ما افرطش فيه، لان طبعا النسبه العاليه جدا من الاملاح هتعلي لي الضغط، هتسبب لي صداع، فشيء طبيعي البني ادم هيحصل له وخم وتعب. وبيسبب برضه عطش. اكيد طبعا، عطش شديد جدا اكيد لغايه ثاني يوم. بالظبط. ما نمنع المخللات دي؟ لا ما نمنعهاش، هي برضه الجسم محتاج. ايه المشكله يعني؟ اكيد طبعا. مش كده ولا ايه؟ اكيد. المخلل ده حلو. احنا يعني طبعا نلجا للسلطه، ده اكيد. الخضروات دي برضو فيها فيتامينات وكالسيوم واملاح مهمه جدا للجسم، نظافه البشره. برضو مهم طبعا ان احنا نعوض الحلويات بثمره فاكهه، ده مهم قوي. حاجه يعني عايز اشتكي مني قدام الناس كلها. انا يعني الاكل هو موجود، خصوصا لما بكون معزوم وما بحبش اتهزم ابدا، اكل كل حاجه واقوم بصينيه كنافه. بعد الموضوع ده في ناس يقول لك لا ده كنافه ده كل ده بيتحول لدهون. بالظبط. عرفت ان السكريات بتتحول لدهون، صحيح الكلام ده؟ ده حقيقي فعلا. السكريات بتتحول لدهون؟ اكيد. يعني الناس بتاكل مثلا لحمه ومش عارف يدي دهون، وبعدين يدوها صينيه كنافه وحلويات تتحول لدهون، دي كارثه. لان المعده اصلا خدت قدر كافي من الغذاء، فبتبتدي تشتغل على عمليه الهضم، فهي مش مستعده لاضافه كميات زياده من الاكل. فالحلويات الزياده عن اللازم هتتحول ان الجسم نفسه هيبقى نسبه السكر فيه عاليه، هنبقى عرضه للوخم وهنبقى عرضه للتعب، وفي نفس الوقت القدر الزياده من السكر ده هيتحول في الجسم لدهون. طب ايه رايك؟ المره دي سرحت مع نفسي، وده مش مفترض. يعني دي اول مره بنقولها بريك فاست. بريك يعني قطع فاست صيام. بريك فاست. طب ناكل الجبنه والفول وشويه التمر، ده البريك فاست. وبعدين برضه زي ما حضرتك قلت كده نروح نصلي ومش عارف ايه ونيجي، هيكون فات 3-4 ساعات نتغدى وجبه خفيفه. وفي السحور نديها التمر والزبادي وحاجات بسيطه. ده ايه رايك؟ حاجه جميله. لعلمك انا لما بكون قاعد لوحدي ويعني ما حدش بيعمل لي اكل، انا بعمل ده وببقى مبسوط قوي، يبقى اليوم زي الفل والقولون تمام ونشيط واخر حلاوه. تمام. ورمضان بيعدي زي الفل. انت ايه رايك الموضوع ده؟ هو ما فيهوش مشكله، ولكن احنا بنلجا للفول تحديدا في السحور، لان بياخد فتره عشان يتهضم، فبيقعد فتره اطول في المعده، بيديني شعور بالشبع عشان الواحد يتحمل شويه فتره الصيام. طب ايه يعني فتره الجوع؟ مش جوع ده سحور. هو صاحب يعني احنا في رمضان ده مش لازم نجوع، مش هو صيام. في فرق بين الجوع الصحي انا عايز اتكلم على الجوع الصحي ده. ايه الجوع الصحي ده؟ في ناس كتير قوي بتقول ان احنا في شهر رمضان عايزين نظبط الوزن شويه فنجوع نفسنا فما ناكلش. هو ده مش صح. الجسم محتاج فيتامينز ومحتاج عناصر غذائيه. طب انا مديله من امبارح زبادي وجبنه وزي الفل. لا، هنعمل ايه؟ احنا نهتم قوي بطبق السلطه ونهتم قوي بثمره الفاكهه. لو اهتمينا بالاثنين دول مع التمر واللبن الجسم هيبقى صحي، هيبقى مش هنقول ان هو جائع، لكن هيبقى جوع صحي، ان هعوضه بقدر كافي من الفيتامينز والاملاح والعناصر الغذائيه اللي محتاجها الجسم، مع طبعا السوائل اللي موجوده في اللبن او في العصاير اللي بنشربها. ده هيخليني اتحمل الصيام من غير وجسمي هيتظبط. انا لو كلت حته جبنه بالليل، تمام، جبنه بزيت وشويه عيش وشويه سلطه مع بلح، طب دي وجبه كامله. وجبه كامله. هصح جوع، بس جوع صحي، اعتقد انه جوع صحي. تمام، ده صحي. مش كده؟ ايوه. يبقى انا بالليل اللي هو في السحور اتعشيت، انا سمعنا عشاء يعني اللي هو السحور مجازا، اكل خفيف. في الفطار كلت جبنه، الصبح اللي هو بعد ما جيت من العشاء كلت المحشي ومش عارف ايه والحلويات وزي الفل، واتمشيت وعيش حياتي وزي الفل. هو بس مهم قوي قوي ان انا اقلل من كميه الدهون. يعني بيجي الناس كتير قوي في شهر رمضان تحديدا بيكثروا قوي من المقليات وكثره الزيوت في الاكل والحاجات اللي هي. وانا هقول لك على حاجه بقى. اتفضل. في حاجه اسمها ووتر بليس. يعني انا جربتها بنفسي ان انا ممكن احمر الفراخ واللحمه من غير زيت. نستخدم الافران بقى او لا خالص، لا بتجيب الستانلس ستيل، معلش بقى انا الضيف الميكس جريل. لا ده في
فيناءات كده اسمها يعني ووتر ليس اللي هي بدون ميه. تمام. بتحمري عادي جدا يعني بتخلي طبعا بتبقى بالستانلس ستيل البيور يعني. تمام. انك تجيبي اللحمه تحمريها وكده من غير لا زيت ولا دهون وتطلع زي الفل. انا جربت ده. تمام. الحاله دي بتتباع غاليه قوي بس انا جربتها في الستانلس ستيل عادي طلعت جميله. ما ده اللي احنا بنناشد ما تيجي ننصح الناس بالموضوع ده. يا ريت نقول لهم يا جماعه بلاش الزيوت والدهون بالظبط ونحمر اللحمه والحاجات دي في الستانلس ستيل وجربوها. تمام. يبقى بعدنا عن الزيوت اللي بتعمل مشكله والحاجات دي. ايه رايك؟ طبعا دي هتبقى صحيه جدا وتقلل من المشاكل اللي ممكن تحصل بعد كده. عايزين نغير سلوكنا. احنا هنا سلوك مصريين في جزئيه مهمه قوي في تغيير السلوك، ان دايما بتيجي الست عارفه ان هي هتعمل اكل عشان صايمه والناس صايمين، فمتخيله انها هتعمل اكل الدنيا بقى والناس جعانه فهتاكل. بالظبط. فنستهلك ونصرف فلوس كتير قوي ونعمل كميات كبيره جدا من الاكل وما بيتاكلش. يعني هي بقى تتصرف ازاي في الاكل ده؟ انا بشكرك قوي على المعلومه. تمام. ليه بقى؟ لان انا ساعات بفاجئ مثلا اول 10 ايام يعني اول 10 ايام كل الناس بتعمل كميات اكل رهيبه، وتبص تلاقي في الثلاجه الناس مش عارفه تحط الاكل فين. بالظبط. وكتير منه بيتلف وبيترمي. ده دين ده؟ لا طبعا. ده مش دين. لا طبعا. ده ضد الدين صح وضد بالظبط. الصيام. كلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. احنا عايزين رمضان ده يا جماعه نستغل كده روحانيات ونتبع السلوكيات اسلاميه ومعاملات اسلاميه غير اللي احنا بنعمله. على فكره احنا ما بنصومش. الصيام اللي قال عليه ربنا صيام صحه، صوموا تصحوا. انما احنا بنصوم بنصح ولا بنصوم بنتعب؟ يبقى ده مش صيام. تعالوا بقى السنه دي مع الدكتوره طبعا موافقاني الموضوع ده نصوم صح ونعمل المعاملات الاسلاميه صح عشان نبقى بصحه كويسه. وانا اول الناس على فكره اللي هنفذ في رمضان ده الموضوع ده وحاسبوني بعد رمضان. شاكرين قوي يا دكتوره. الله يكرمك. رمضان كريم. الله اكرم. مرحب شهر الصوم مرحب لياليك عادت في امان بعد انتظارنا وشوقنا اليك جيت يا رمضان. مرحب شهر الصوم مرحب لياليك عادت في امان بعد انتظارنا وشوقنا اليك. بلاش نعك في اكلنا، اصل صحتنا على قدنا. لازم نفكر بناكل ايه ونشرب ايه وكل ده اخرته ايه. كل سنه وانتم طيبين.